هنسافر مع بعض النهاردة ليتوانيا البلد الأوروبي الجميل عشان نكتشف ونغطي كل حاجة هناك. Current relative speed to be 12 minutes. Right. Actual speed 21. البلد كده من الانطباع الأول اللي أخدته أول ما خرجت من المطار، البلد جميلة جدا وهادية وفي روقان. والفندق كان في منطقة جميلة جدا وفي وسط البلد. اهلا بيكم من ليتوانيا. هنكتشف البلد الجميلة دي مع بعض. احنا في شهر 5 والاجواء جميلة والشمس طالعة والبلد كلها خضرة. جايين عشان نشوف واحدة من الدول الجميلة اللي كانت منضمة للاتحاد السوفيتي سابقا، ودلوقتي هي دولة من دول الاتحاد الاوروبي وعملتها اليورو. طلعت من المطار، اشتريت خط تليفون، خط الانترنت 100 جيجا بايت لمدة اسبوع ب4 يورو، وتاكسي اخدني من المطار لحد الفندق اللي انا هفرجكم عليه دلوقتي. هو يعتبر استوديو مش فندق، بس حاجة في منتهى الشياكة والروعة في وسط البلد كمان. والتاكسي اخد 8 يورو في مشوار 15 كيلو من المطار لحد الفندق. يلا عشان ناخد تور مع بعض جوه الاستوديو وافرجكم على الغرفة واقول لكم سعرها عامل ازاي. زي ما احنا شايفين كده مساحة الاستوديو ده 20 متر. في تلفزيون هنا، في مكتب، في كرسي، في سرير حلو، في مطبخ صغير بس في كل حاجة انت عايزها. تعالوا نشوف الإطلالة عاملة ازاي. افتح بقى الشباك وتستمتع بالإطلالة الجميلة دي. احنا في وسط البلد على فكرة، زي ما احنا شايفين كده التفاصيل. عندنا هنا مكنة قهوة، عندنا هنا بوتاجاز، التلاجة هنا، معالق وسكاكين، زي ما احنا شايفين كده في كل حاجة هنا، وكمان في مايكرويف. وده هنا الحمام، في كابينة كبيرة، في كل حاجة بقى زي ما احنا شايفين. وده هنا الدولاب. استوديو من الاخر يعني. عايز اقول لكم ان اسم العاصمة هنا فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، والفندق بتاعنا هنا في وسط السنتر وب40 يورو في الليلة. فده حاجة كويسة جدا ان انت تلاقي حاجة في السنتر ب40 يورو، وزي ما احنا شايفين موجود فيه كل الخدمات. البلد هنا فيها هدوء غريب. ده الفندق اللي احنا نازلين فيه اللي ورانا ده. الشارع هنا هدوء جدا وجميل ومريح جدا للاعصاب، روقان مفيش بعد كده. نكتشف مع بعض ليتوانيا عامله ازاي، لان احنا في شهر 5 والجو حلو والشمس طالعه، وزي ما انتم شايفين كده لابسين نص كم. واللي بيسأل الشعب راح فين النهارده الحد، فالناس بتاخدوا اجازه بتريح في البيت. يلا بينا نكتشف البلد مع بعض. زي ما انتم شايفين كده الشوارع نضيفه جدا ومش شايف حد بيرمي اي حاجه على الارض. الشوارع يعني بتلمع. اللي ورانا دي كاتدرائية فيلنيوس، وزي ما احنا شايفين في ناس كتير اهو، الناس ابتدت تبان. يلا بينا نشوف البلد هنا ونكتشفها مع بعض، لان هي جميلة والجو كمان مساعد ان الواحد يتمشى كتير ويشوف حاجات اكتر. بلد الصراحة في الرايق وروقان مفيش بعد كده. في ناس كتير زي ما انتم شايفين، بس هدوء، مفيش أصوات عالية ونضيفة كمان. ليتوانيا هي أكبر دولة في دول البلطيق وعضو في الاتحاد الأوروبي، وعملتهم هنا اليورو، وعدد السكان هنا 2,800,000. الحديقة اللي ورايا دي اسمها برناردينا بارك. زي ما احنا شايفين في ناس كتير جوه واجواء. تعالوا ندخل ونشوف الجو جوه عامل ازاي ونكتشف الحديقه مع بعض. الطبيعه هنا والخضار الصراحه مفيش بعد كده. ايه الجمال ده.
كريم بقى عشان الجو حر. سباسيبا. طيب عايز اقول لكم على حاجه مبدئيا كده، الايس كريم دي ب2 يورو ونص، والشعب هنا معظمه بيتكلم روسي، يعني عارف اتعامل معاهم. شايفين الالوان عامله ازاي؟ ناس كتير النهارده طبعا عشان الجو حلو. البارك فيه مطعم هنا اسمه سوجامور، وزي ما انتم شايفين كده الناس واقفة طوابير عشان تحجز. الترابيزات مفولة، ودخول البارك هنا فري. في دول أول ما بتنزل المطار بتحبها من النظرة الأولى. ليتوانيا واحدة من الدول اللي أنا حبيتها من النظرة الأولى، ولما دخلت وشفت الجمال اللي موجود والخضار والطبيعة حبيتها أكتر. ولسه الأيام اللي جاية هنكتشف البلد أكتر مع بعض. وزي ما قلت لكم هنا في ليتوانيا المية حلوة جدا وساقعة جدا. تخيل بقى معايا يا صديقي المكان ده كله بتاع الشعب هنا. زي ما احنا شايفين الشعب محافظ على الحاجة بتاعته، كل واحد بيحس ان الحاجة دي بتاعته. وانا دايما كل ما بسافر اوروبا بقول لكم الكلام ده، عشان كده الحكومة بتعمل اكتر واكتر واكتر. مكان زي ده الدخول فيه مجانا، وزي ما احنا شايفين محافظين على كل حاجة، وحاطين كراسي والناس قاعدة وبتتمشى وبتشم هوا نضيف. فأتمنى اللي احنا يبقى عندنا أماكن زي دي ونقدر نحافظ عليها كده. المكان هنا شكله رايق جدا. تعالوا كده نشوف المطعم ده ونجرب الاكل عندهم عامل ازاي. واحد بقى في منتهى الروقان قاعد في نص الميه. جايين عشان نجرب المطعم ده في وسط الميه كده واجواء من الروقان. طلبنا سيزر سلطة، وهم هنا رشحوا لنا الفراخ دي فطلبناها كمان. اللي اتأخر شوية بس شكله يفتح النفس. ندوق ونشوف. الأكل الصراحة طعمه مفيش بعد كده. الأكل الصراحة 9.5 من 10، بس الكميات قليلة شوية. اتأخروا شوية بس أنا عذرتهم لأن عاملين كل حاجة فريش. الأكل والسلطة كلها فريش. مطعم أهو على الإطلالة الحلوة دي، ودفعنا 25 يورو. الساعة 9 دلوقتي، وزي ما انتم شايفين كده النهار هنا في الصيف طويل جدا.